تعالى. هو يحصل حاجه لو عملنا شويه حاجات تجيب حسنات؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم. خامس حاجه اتباع سنه النبي. طبعا واحد هيجي يقول لي يا عم انت جاي تكلمنا على سنه النبي، ده انت لا مربي دقنك ولا لابس جلابيه. يلا يا عم من هنا، استنى بس تعالى. للاسف كتير مننا ربط السنه النبويه بالدقن وبالجلابيه، وده للاسف طبعا بسبب الاعلام والمسلسلات. طبعا الدقن والجلابيه دي سنه مؤكده واللي بيعملها ربنا يجازيه خير عليها، لكن سنه النبي مش محصوره في الدقن والجلابيه. كنت عامل فيديو قبل كده ان حديث نبوي صحيح ان احب الناس الى سيدنا محمد هم امه محمد اللي ما شافوهوش وامنوا بيه، اللي هو انا وانت، بجانب ان ربنا عز وجل قال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. غير ان يوم القيامه شفيعنا هو سيدنا محمد. فبالبلدي كده، انت لو في حد في حياتك بيحبك وعمل لك وهيعمل كل شيء بتحبه وتتخيله، هتلاقي نفسك عاوز تعمل كل حاجه بيحبها وبترضيه، وعاوز تقلده في كل حاجه بيعملها. فما بالك بقى بسيدنا محمد خير خلق الله على الاطلاق؟ مش هتبقى عاوز تقلده؟ انت عارف لما تجرب تمشي على هديه وطريقه حياته وتقلده، ده ممكن يفرق في حياتك ازاي؟ جانب كم الحسنات الكتيره جدا. طب نعمل ده ازاي؟ طبعا هو من اهم المصادر للسنه النبويه هو كتاب رياض الصالحين للامام النووي، فممكن تشوف التفسيرات بتاعته لاي شيخ انت بتثق في كلامه وتشوف المختصر المفيد بتاعه. وانا عن نفسي برشح لكم السيره النبويه للامام محمد متولي الشعراوي، مسموعه وبطريقه سهله وبسيطه للعاميه بتاعتنا كلها. حاجات بتعملها كل يوم ممكن ما تعرفش ان هي سنه، مجرد انك تعرفها وتخلص النيه اتباع سنه سيدنا محمد بتاخد حسنات على دوت. وهي اصلا حاجات يوميه اعتياديه بسيطه، قبل ما تنام، قبل ما تاكل، قبل ما تشرب، وانت بتلبس، اول ما تصحى من النوم، الاذكار، الادعيه. وطبعا من اشهر السنن لسيدنا محمد هي صلاه السنه بعد الفرض. للاسف اغلبنا بيكسل عنها رغم اهميتها الكبيره، يكفي ان هي بتكمل اللي ناقصك من الفرض. طبعا باقي السنن بتاخدها من الاحاديث النبويه الصحيحه او التفسيرات اللي قلت عليها في الاول. انا عارف حد هيجي يسالني هو ايه الدليل اصلا على اللي انت بتقوله دوت، وليه احنا مامورين باتباع سيدنا محمد؟ وانا وانت هنستفاد ايه؟ اسمع معايا الايه الكريمه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فالموضوع جاي من عند ربنا كمان وفي القرآن. تلاقي نفسك كل ما تتعمق في السيرة النبوية هتلاقي نفسك بتحب النبي أكتر وعاوز تقلده أكتر، وهتحس بشيء من الرضا والاطمئنان والسلام إن ربنا عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. هنا الحلقة خلصت. كل سنة وأنتم طيبين، اذكروا ربنا كتير وصلوا على النبي. الدال على الخير كفاعله، لايك وشير كتير عشان نوصل لأكبر عدد من حاجات تجيب حسنات. سلام عليكم.